اقوى ثلاث ممثلين اتراك دراميا يا جدعان دلوقتي. بصراحه يعني انا داخل على الحوار بتاع الاتراك ده جديد، فانا كنت عايز اتعرف اصلا على مين النجوم اللي شغالين يعني. فلقيت في واحد كده اللي هو ايه، الواد الجن ابن العفريت يعني، اسمه كيفانش تالتليوغ. فانا ما كنتش عارف اقرا الاسم اصلا، وقعدت ابحث طلع مهند. يعني انت فاهم، طلع اللي هو كل مصر وكل الناس وكل العالم العربي عارف ان الراجل ده اسمه مهند، فطلع اسمه كده ومش هكرره تاني. يعني انت ما تستناش ان انا اكرره تاني بصراحه. الراجل ده طلع عامل حاجات غير العشق الممنوع انا برضه ما كنتش اعرفها. فده واحد من الناس اللي انا حاططهم في الليسته ان انا لازم اتفرج على عمل ليه، غير طبعا العشق الممنوع يعني اكيد. اما الممثل رقم اتنين اللي هو ده طبعا كلنا عارفين، اسمه هاليت ارغنش. طلع خالد ارغنش اصلا يعني اسمه كده يعني، بس هم هناك بيقولوها هاليت. اللي هو الراجل اللي عمل فيلم كازابلانكا ومسلسل حريم السلطان. وطبعا لازم اتفرج له على حاجات تاني، لان انا شفت اصلا اداؤه طبعا في كازابلانكا مفيش اعظم من كده. اما الممثل رقم ثلاثة اسمه شاتاي اولوزوي. يعني هو اسمه كده يعني، انا بحاول افخمها زي كده اولوزوي زي ما بيتكلموا. ده انا بصراحه ما اعرفش عنه اي حاجه، بس لقيته عامل مسلسلات كتير وبيقولوا ان هو يعني ايه ترند الترندات هناك. فلو حد يعرف يرشح لنا حاجه تفهمني الراجل ده ايه دنيته، يا ريت تكتبها لي في الكومنتات. ولو في ممثل تاني ترشحه لي ان انا اتفرج على اعمال ليه، يا ريت برضه تكتب لي في الكومنتات. ومستني اللايك بتاعك، وما تنساش المتابعه. وسلام.